السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده متأخر، يعني الفيديو ده والله بالله متأخر. مقطع فيديو صغير أنا بشكر فيه واحد اسمه أستاذ عبد الرحمن. الراجل ده من اسكندرية، من الإسماعيلية تقريبا. راجل في يعني بصراحة يعني في قمة الاحترام والأدب والذوق. يعني أنا أول مرة أتكلم معاه، يعني أنا أصلا هقول إيه، يعني أنا أصلا بشكرك جدا 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 على ذوقك. طب الناس برضه تبص على بصة شخص في قمة الاحترام والأدب. أول مرة أتكلم معاه بكل صراحة، ولقيت الراجل عمره ما خبى عليا حاجة، أكنه بالظبط أخويا. والله العظيم دي شهادة لله وهيتحاسب عليهم. وأنتوا عارفين إن بطلع أعمل فيديو لحد مش عشان حاجة، لا، عشان الراجل أنا قلت أجربه غير الناس اللي أنا كنت معاهم بقاله عمر، اللي ما يهونوش عليهم يقولوا لي على معلومة إن إحنا نقدر ناكل بها عيش. الراجل ده أنا أول مرة أتكلم معاه. الراجل ده يعني يعتبر ربنا يبارك له، أكتر من كده مش هنقدر نقول. الراجل أهو استاذ عبد الرحمن، راجل برضه محترم جدا 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 وفي قمه الاحترام. طيب دلوقتي بشكرك وبقول لك يا عم الف الف شكر على احترامك، وعلى انك ردك ليا، وعلى اي معلومه قلتها لي واي حاجه. قسما بالله انت فوق دماغي، والف الف شكر. تمام تمام. بس انا مش مكتفي بالكلمتين دولت، انا مكتفي ان انت ليك عندي هديه. اذا كان بقى سيس كام سنه، اذا كان اي بي تي في سنه، اذا كان اي حاجه انت هتطلبها مني هتاخدها في الفيديو. في الفيديو ده ليك عندي هديه ايا كان ايه. هتخش تقول لي انا محتاج هديه كذا يا ابو جنى، هيبقى عينيا كل عينيا ليك والله. فانا الفيديو ده فعلا اتاخرت فيه، بس انا بقول لك لاخر مره الف الف شكر على ذوقك، وعلى اي معلومه جيت اقولها لك انت قدرتني وقلتها لي وما خبيتش عليا. وربنا يجازاك خير، وان شاء الله انت راجل محترم. وباذن الله باذن الله يعني انا مش هقدر اقول لك غير ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك في عيالك ويصلح حالك. خلاص. بس انا بقول لك في الفيديو ان انت ليك عندي هديه، اي حاجه هتقول لي عليها انا محتاجها عينيا ليك، بس لازم تاخد الهديه. ما تقوليش انا مش عايز حاجه عشان ما ازعلش بالله عليك. انا مش بقول لك ده مقابل ده، لا، مقابل ان انت راجل محترم. خلاص تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا صاحبي.